صحة شريبتك، اش قولك غدوة تجي تشق بحذايا الفطر؟ ايش بيك خدمتي باباراتزي شيف ممتاز. اما شو طيب لي في المنيو؟ فريد والله هذاك علاش انا مستدعياتك نحبك تعطيني افكار منيو غدوة. اش قلت؟ قلت علاش ليه، اما لازم تفرجوا قبل في برامج الطبخ جينيريك. عسلامة وصحة شريبتكم. مع حلول شهر رمضان قنوات التونسية تخصص في برمجتها وقت كبير لبرامج الطبخ، والبداية مع نسمة الجديدة اللي خصت مش برنامج مش اثنين أما 3 برامج تعنى بالطبخ. الأول هو برنامج كوجينتنا هكا تقديم سمر صبر. البرنامج الثاني هو شهوة رمضان تقديم الانستغراموز المعروفة باسم البرنامج الثالث هو برنامج صحتك في صحنك تقديم أروى عبد السلام ويرافقها الشيف وليد وأخصائية التغذية إنصاف الحاج حسن. خافش يا باباراتزي على خاطر كان فاتتك اي وصفه تنجم تدخل على موقع نسمة كويزين وين تلقى الوصفات اللي فاتوك الكل. الحوار التونسي فقط بنتنا 3 برامج طبخ بكونسيبت مختلف. البرنامج الاول هو برنامج بنت رمضان مع الشيف ملك العبيدي ويرافقها مجموعه من الشيفان في تحضير اطباقها. اما البرنامج الثاني فهو برنامج ملا شيف تقديم ميسر فرشيشي، وجديد انه باش يرافقها اثناء اخصائيه التغذيه نهال البيج. اما البرنامج الثالث فهو برنامج الالعاب والمسابقات في الكوجينه اللي هو برنامج ياتسيب. اما القناه الوطنيه الاولى فسنة تقدم لنا برنامج ديما عامره مع اسماء طيب جراد ويرافقها الشيف وديع المروج. اما القناه الوطنيه الثانيه فقدمت لنا برنامج الفايده في سحورك وين الشيف ايمن والشيف غساني قدموا لنا وصفات مالحه وحلوه سبيسيال للسحور. اما القناه التاسعه فقدمت لنا برنامج باتل شيف دو فيرسيون. الفيرسيون الاولى هي الفيرسيون اللي يتنافس فيها النجوم، الفيرسيون الثانيه فهي الفيرسيون اللي تقدمها غادة جوادي معها شيف ويقدم لنا وصفات لشهر رمضان. اما قناه كرتاج فتقدم برنامج الطبخ مطمورة كرتاج اللي يقدموا عماد البقلوط. حنا بعرف قدمت لنا برنامج الطبخ بارك المشاهير. اما خارج حدود الوطن فتنجم تتفرج في الشيف وفيق على قناه فتافيت او تسمعوا على راديو موزايك اف ام وين يقدم كل يوم وصفات خاصه بشهر رمضان. اما الشيف تيسير فراهن على الديجيتال باش يقدم وصفات خاصه بشهر رمضان. نجم يا باباراتزي تبع الشيف ماني العايد على باج هاشتاج ميديا وين تقدم كل يوم وصفات خاصه بشهر رمضان اللي انا شخصيا جربتهم ونجحوا معايا. باباراتزي لقيتي افكار المنيو غدوه؟ ان شاء الله غدوة بحضرتك مفاجأة.